مين يصدق ان ده محشي ورق عنب متخزن بقاله سنه في الفريزر؟ والله العظيم زي ما بقول لكم كده، انا ما اشتريتش خالص ورق عنب. بيتهيألي ورق عنب الجديد طلع، ولكن انا ما اشتريتهوش. وجربت اول مره اللي هي اشطوطه، اسمها اشطوطه. هقول لكم اسوأ تجربه في حياتي والله العظيم يعني. كملوا الفيديو للاخر، اهم حاجه، واضغطوا لايك على الفيديو وعملوا اشتراك في القناه مطبخ ميوشه. وطبعا اعملوا لي تعليق حلو زيكم كده، قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. بصوا بقى، عشان انتوا لما بتخزنوا ورق عنب لازم تحطي كده في ميه السلق، بتحطي ليمونيه كده، وبتحطي كمان حبه زيت. تمام. انا كنت مخزناه كده في ورق فويل. لو انتي بقى مخزناه مثلا في ورق جرايد، لازم يكون حاجه معتمه، يعني مش لازم تكون حاجه ايه شفافه. تمام. ورق جرايد، ورق زبده وتغلفيه كويس جدا، ان هو بس ايه ما يبقاش فيه هوا ماشي. وانا كنت هنا برضو حاطه هنا في ورق فويل، علشان برضو ايه، يعني لازم أن تكون في حاجه ضلمه كده. تمام، علشان ايه طبعا ما يسودش منك. شايفين بقى الورق اخضر ازاي؟ اكني لسه مفرزاه دلوقتي. هنا بقى بعمل الخلطه كمان. يا دوبك بس ان انا بحط الورق العنب بطلع على طول. تمام، بحط هنا على طول كده. ممكن بقى يعني ايه تحطيه في ميه ساقعه، وممكن لا عادي يعني. انا ما حطيتوش في ميه ساقعه بصراحه، حسيت ان هو عادي يعني. هنا قطعت بقى انا البصل هنا في الكبه، وحطيته طبعا هنا عشان الخلطه. واول كده ما يدبل او ياخد لون كده، هبتدي ان انا ايه انزل عليه بالطماطم. طبعا الورق العنب الفتره الجايه يعني ان شاء الله يبقى متواجد ان شاء الله، ويعني في رمضان برضه يبقى متواجد اكتر. فبصراحه حبيت ان انا اخد اجازه من الكرنب بصراحه يعني. الكرنب حلو وكل حاجة في الشتاء وكل حاجة، بس ايه، تحبي تاخدي اجازة كده، مش كله محشي كرنب كرنب كرنب، انتوا فاهمين. فعملت النهاردة بقى محشي كوسة ومحشي إيه ورق عنب بقى، وايه مقولكوش. بس طبعا عملت معاه حاجة عمري ما عملتها خالص مع المحشي، عملت بانيه مع المحشي. مين اللي بيعمل بانيه مع المحشي؟ بصراحة انا ما عملتش قبل كده بانيه مع المحشي، بس كان حلو يعني. حطيت انا البهارات هنا طبعا في التسبيكه بتاعه المحشي. الملح والفلفل والفلفل الاسمر والكمون والكزبره الناشفه والبابريكا والحاجات دي كلها، والشطه اهم حاجه. ابتدي اقطع هنا الخضره. الخضره ما كانتش كتير عندي، فابتديت ان انا اقطع بس ايه ربطتين كده مع بعض، غسلتهم وقطعتهم. وهنا التسبيكه اتعملت اهيا، غسلت الرز وقمت ايه مظبطه الدنيا كل حاجه. والكوسه كمان قورتها وظبطتها. هنا البانيه ما كانش مظبوط، يعني ايه ما كانش مظبوط يعني، كان عايز يتدق لانه كان تخين من حته ورفيع من حته. فابتديت بقى ان انا ايه يعني ايه ارفعه كده من حته اللي هي كانت تخين فيها، باستخدام طبعا هنا المدق بتاع ايه التوم. تمام، اي حاجه تكون مثلا ايه، ايد مثلا عصرة الليمون، اي حاجة انت تقدري تعمليها يعني، مش لازم المدق اللي هو بتاع البانيه والبفتيك والكلام ده. خلصت خلاص كده البانيه اهو. هبتدي بقى ان انا اتبله. انا بتبله حطيت شوية بصل من اللي كانوا فايضين من التتبيلة، حطيت عليهم شوية طماطم وبهارات بقى وملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ وكده. تمام. وواحدة مرقة دجاج. بس ابتديت ان انا ايه اتبلهم مع بعض واسيبهم بقى عبال المحشي ماشي. مش عارفه الرز عندكم بكام النهارده، بس انا يعني ايه مش عارفه. نقلل شويه في الرز يا جماعه، نقلل الفتره الجايه شويه في الرز. يعني لو هتعملي خلطه اعملي خلطه على القد، لو هتعملي حبه رز كده اعملي برضو على القد. يعني الفتره الجايه مش عارفين الرز هيبقى متواجد ولا لا. إيه، لان الرز في مشكله في الرز جامده قوي. الرز وصل ل25 كيلو، 25 جنيه للكيلو. مش عارفه بقى عندكم بكام. هنا بقى خلاص حطيت ان انا الرز هنا طبعا في الصلصه ما كانتش محتاجه حاجه، كان فيها البهارات وفيها كل حاجه. ابتديت احط بقى هنا خلاص هنا الخضره واقلب. ملح طبعا، عشان طبعا حطيت خضره فلازم تحطي ملح. بحط بهارات تاني برده، فلفل اسمر وكمون وبابريكا وكل حاجه. تمام اهو. واقلب بقى واقلب قلب، وبعد كده ايه هنحشي. انا بصراحه حشيت معاكم الكوسه وكسلت، مش قادره اقف حقيقي بجد، مش قادره اقف. رحت قعدت بقى قدام التلفزيون وقعدت بقى احشي الورق العنب، لان الورق العنب باله طويل قوي قوي قوي. تمام. فقعدت احشي بقى هنا الورق العنب، وحطيت هنا طبعا في القاع الحله اللي انا هحشي فيها العيدان الخضره اللي انا كنت هرميها. مثلا فلفلايه، طماطمايه، بصلايه، اي حاجه. تمام.
في ناس بتحط التقوير بتاع المحشي اللي هو التقوير بتاع الكوسة، في ناس بتعمل كده، بس انا مش حبيت كده بصراحة. زي ما انتوا شايفين كده اهو القاع الحلة اهو، زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى ان انا ايه احشي احشي الكوسة. ماشي، عشان تحشي الكوسة لازم ما تحشيهاش على اخرها، تمام؟ لازم تسيبه ايه يعني تلات ارباعها تحشيها، والربع الباقي كده ايه عشان لما الرز يعني ايه يكتر وكده، عشان ما تتهريش معاكي وما تتفتحش معاكي. اهم حاجة انا برصها كده في قاع الحلة داير ما يدور كده علشان احشي عليها الورق العنب. تمام، هعمل كله في حلة واحدة. لو عندك بقى بتنجان اعملي بطريقة نفس الطريقة، فلفل بنفس الطريقة كده. تمام، انا كان عندي بتنجان بس بصراحة ما حبيتوش، كان اسود قوي، ما بحبش البتنجان الاسود، ما بحبوش البتنجان الاسود. احشي بقى عليه الورق العنب. شايفين بقى الجمال اهو، رصه ما اقولكوش، والمحشي يعني صغنن كده وايه. اكتر واحده بتعمل محشي ورق عنب حلو انا بصراحة. ومامتي ماما كمان، انا اللي متعلمه من ماما بصراحه. هنعمل بقى الشوربه الكدابه. ماشي، معلقه صلصه، واحده مرقه دجاج، عفوا. وهنزل كده بالميه المغليه وهقلب، والملح طبعا فلفل اسمر وكده يعني. بس كده هبتدي ان انا اسقي بقى خلاص الشوربه كده، مش محتاجه معايا اي حاجه تاني. تمام، هسقي بقى المحشي، مش هسقيه على اخره لاني في الاول كده الشوربه طبعا هتتركز في الاول في الكوسه وكده، مش هحشي المحشي على اخره. تمام، زي ما انتوا شايفين اهون. هحط طبق كده ايه يكون تقيل علشان المحشي بتاعي ما يفكش معايا وانا بحط الشوربه وهو بيغلي كمان. واحط بقى هنا ايه الشوربه كلها احطها، هو مقدار مثلا كوبايتين شوربه. وحطيت برضو ايه شوية مية مغلية، وحطيت كمان شوية ملح على الوش كده، وشوية ليمون كده متقطع سلايس كده. تدي مزازة حلوة قوي. هسيبه بقى كده على نار عالية لحد ما ايه ما يتشرب، وبعد كده ايه اهدي على النار. تعالوا بقى نغلف البانيه. بحط هنا بيضاية ملح وفلفل، وبحط كمان اللبن، بحط شوية من اللبن كده بيديله طعم حلو قوي قوي بجد. وحطيت هنا على فكره اللي انا حطاه كده، اللي انا حطاه على الكيس ده دقيق فرده كده كيس تلاجة، عشان طبعا ما استخدمش اطباق واوسخ اطباق والكلام ده. وعلى الكيس التلاجة ده حط عليه ايه بصمات اللي هو البصمات العادي. ماشي، دقيق وبصمات. عايزه تتبلي الدقيق براحتك، انا نسيت بصراحه نسيت. بس بصراحه كان الطعم حلو برضو. البني اصلا كان متبل. حط كده من الدقيق للخلطة بتاعة البيض واللبن عليها على طول البصمات. تمام، اهو البصمات اهون زي ما انتوا شايفين. اغلفه كويس جدا جدا. اهم حاجة انك انت تضغطي على البانيه كده على البصمات عشان البصمات يلزق في البانيه. تمام، ما يفكش معاكي طبعا من غير ما انت تحطيه في التلاجة ولا الكلام ده خالص. تضغطي عليه كويس جدا علشان ما يفكش معاكي الخلطة تفك الكفر يفك عن البانيه. انتوا فاهمين؟ فهبتدي ان انا ايه اغلفه كويس جدا جدا واضغط عليه زي ما انتوا شايفين بايدي كده اهون. واحطه بقى في طبق كبير اهو، قسمته لنصين اهو زي ما انتوا شايفين، قسمته لنصين. احط بقى هعمل بقى باقي البانيه كده. تمام، اهم حاجه لو وصلتوا معايا للقطه دي اضغطوا لايك، اضغطوا لايك مش هتخسروا حاجه والله العظيم يعني. نشوف مين اللي ضغط لايك بجد. واعملوا تعليق حلو زيكم، وقولوا انتوا بتتابعوني من انهي بلد، وبتعملوا المحشي مع البانيه عادي ولا ده ايه. انا بصراحه اول مره اعمل محشي مع بانيه بصراحه. على طول كنت بعمل فراخ لحمه بط كده يعني، بس مش عارفه الظروف الاقتصاديه الايام دي بقت صعبه على الناس كلها. خلاص عملت هنا البانيه والمحشي. شايفين الجمال؟ يا لهوي يا لهوي. يعني عايزين في الجو البرد ده عايز حلة محشي زي دي وسيبوني بقى، مش عايزة حاجة تاني خالص. شايفين محشي ورق عنب ولسه اصلا يعني هو لسه ما ايه بشيل منه هو لسه ما استواش. هسيبه ربع ساعة على نار هادية مع نفسه بقى مع نفسيته كده يستوي. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين الجمال عدى الكلام. الجمال عدى الكلام. خلاص هجيب هنا الطاسة. هبتدي ان انا اول ما احط طبعا الزيت لازم يكون سخن جدا.
اول ما انزل كده بالبانيه يعني ياخد بس ايه يعني صدمه كده، هبتدي ان انا اوطي النار خالص، هوطي النار عشان ما يتحرقش. تمام. البقسماط ما كانش من نوع كويس، فعشان كده طبعا زي ما انتم شايفين البقسماط اتحرق، ما كانش من نوع كويس البقسماط. مش عارفه إيه النوع الكويس اللي انتوا بتستخدموه بصراحه، مش عارفه. كل حاجه بقت مغشوشه. يلا الحمد لله. ما دوبك بس ما احط البانيه الاقي البقسماط اتحرق. طب البانيه لسه مستويش يا جدعان، البقسماط اتحرق اهو. خلاص كده هبتدي ان انا والله العظيم يعني اشتري كميه من حد موثوق منه البقسماط ده بالذات، لاني لما بشتريه من اي حد وكده بيبقى مغشوش زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا ايه اغرب بقى خلاص. تمام. المحشي خلاص استوى يا جدعان، استوى خلاص يعني. جبت بقى هنا الطبق اللي احنا هنغرف فيه، وهبتدي بقى ان ايه، ده ايد جوزي، ده ايد هو كان بيغرف اهو زي ما انتوا شايفين. يا لهوي المشهد ده فظيع. انا بحب قوي قوي المشاهد اللي بتبقى كده، على طول بقعد اتفرج عليها يعني. خلاص هنزل بقى. الكوسه طبعا استوت. مع الكوسه اصلا حبيبه المحشي والعنب يعني اختها توأمتها، تعملهم مع بعض هيديكوا طعم حلو قوي بجد. محشي الكوسه مع محشي الورق العنب، والصوص اللي ينزل اصلا في الاخر ده بيبقى فيه مزازه فظيعه. مع البانيه طبعا، البانيه مش محروق قوي، انا حفظت ان انا هو ما يتحرقش اكتر يعني، انتوا فاهمين. كنت بقلبه كل شويه، وكنت مهديه عليه النار والكلام ده كله. برضو وصل للمرحله دي. انا عمري ما عملت بانيه بالطريقه دي، يعني البانيه بتاعي عمره بيبقى لونه ذهبي كده ومقرمش اما المره دي حاجه يعني غريبه شويه. خلاص بقى. طبعا المنظر مش عاطفي لان احنا جعانين وهفتانين ماشيين، المنظر مش عاطفي يعني مش فكرنا وخلاص. بعد الاكل بقى جبنا اللي هي القشطوطه دي، اسمها قشطوطة بالكراميل، في قشطوطة باللوتس، في قشطوطة بالفواكه، كده يعني. اهون بصوا بقى مش عارفه افتحها، مش عارفه كمان افتحها. اخدت صدمة عمري. انا عايزه اقول لكم ان انا قلت بقى خلاص القشطوطة ديت ايه، الناس كلها بتتكلم عليها، وانا عاملاها اصلا في القناه اسمها المسخسخه اساسا. عاملاها في القناه في القناه دوروا كده هتلاقيها، كنت عاملاها اصلا. هي الفرق ان هما بيحطوا طبقه رز بلبن تحت، ماشي. وكانت الكيك عايزه اقول لكم مهريه. الكيك ذات نفسها مهريه، والطعم ما كانش حلو ابدا، والله العظيم تلاتة ما كانش حلو. الشكل كان حلو، عايزه اقول لكم الشكل كان حلو، بس الطعم ما كانش حلو خالص. ليه؟ لان طبقه الكيك كانت يعني بايشه، ومش كان محطوط عليها لبن ولا كريمه لباني ولا الكلام ده خالص. حاسه ان الكيك شارب ميه، مش هي طبقة الكراميل اللي فوق كانت حلوة، الطبقة اللي كانت تحت كلها عايزة اقول لكم ما كانش حلوة خالص خالص خالص. والرز بلبن كان مش محطوط